السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم فطير بطريقة سهلة وبسيطة. بس قبل ما اقول لكم على الطريقة، تعالوا نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا. هنا يا بنات انا عاملة نص كيلو دقيق، بس اهم حاجة يكون الدقيق بتاعنا لجميع الاغراض، عشان مش عايزين يبقى ليه عرق. هحط على النص كيلو دقيق ده نص معلقه ملح صغيره، وقلبي بقى الدقيق مع الملح كويس. وهنا انا حاطه معاكم اهوت كوبايتين دقيق، يعني هاخد اللي انا هحتاجه حسب بقى كل واحد والايه والدقيق بتاعه. بس اول كوبايه بحطها على طول مره واحده، وبعد كده هقعد اقلب كويس فيه، واحط الكوبايه التانية يعني حبه بحبه كده حسب ما العجينه تلم معايا. وزي ما انتوا عارفين اهم حاجه المعجنات او الفطاير، اهم حاجه اللي انت تعجني فيها كويس. يعني من نجاح المعجنات معاكي سواء هتعملي بيتزا او فطير، اهم حاجه اللي انت تعجني في العجينه كويس. هفضل بقى كده اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت، افضل اعجن فيها كده اهو. تمام. هنا اهو بصوا يا بنات، هي ما خدتش معايا غير كوبايه ونص دقيق بالظبط. وافضلي بقى، اهم حاجه انت كده شايفاها قدامك كده سايحه، لا هي مش سايحه. انت كل ما هتعجني فيها هتلم معاكي وهتبقى العجينه كويسه ومش تبقى سايحه معاكي. بس افضلي بقى اعجني فيها حوالي 5 دقايق او 7 دقايق كده، عشان العجينه تبقى كده ايه كويسه معاكي. اهو بصوا لمت معايا ازاي اهي. اهو اعجني فيها كويس كده اهو زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه زي ما قلت لكم، الفطير ده يا بنات بصوا ملمسه ناعم وحلو ازاي اهو. انا كده بوريهولكم، بس عشان تبقى العجينه برضو مظبوطه سيبها ترتاح كده حوالي 5 دقايق كده اهوت. اهو هنا بوريكم اللي هي اخدت معايا كوبايه ونص بس ميه. خلاص. هنا بقى الطبق ده زي ما انتوا شايفين انا حاطه زيت وحاطه هنا زبده. لو عايزه تعملي الفطير كله بالزيت براحتك، بس طبعا الفطير كل ما يبقى بالزبده بيبقى طبعا طعمه احلى. هنا بقى بعد ما ارتاحت هقسمها نصين زي ما انتوا شايفين كده اهو. تمام. انا يوميها والله يا بنات الفطير ده اتعشينا منه. هوريكم انا عامله شويه بالسكر وشويه ساده. اللي بالسكر اتعشينا منه، والساده كنت عامله جنبيه كده في العشاء. حطيت طبق كده عسل وطحينه وتعشينا منه، وفاض برضو شويه لتاني يوم الصبح فطرنا مع بالشاي ولبن من معاه. تمام. هنا بقى دهيني بقى كده الرخامه زيت، وافضلي ايه لف كده في العجين كده اهو. قسميها على قطع كده صغيره، انا هعمل الفطير بتاعي صغير مش عايزاه كبير. واهم حاجه كده كوريه كده كويس، وايه وحطيه برضو كده في صينيه فيها زيت. ولو انت مش هتبقي سريعه فيه غطيه عشان ايه ما ينشفش معاكي، بس انا دهنت وشه زيت في الصينيه اللي قدامكم دي. واقعدي بقى افردي في العجينه كده اهوت. انا عايزه العجينه يعني الفطيره نفسها تبقى رقيقه جدا. يعني ايه افضلي يعني، بس هي على فكره معايا هتشوفوا في الاخر هي طلعت برضو معايا تخينه شويه. لا انت لو تعرفي برضو تفرديها اكتر من فردها كده اهو كويس افرديها. وتقومي بقى جايبه الزبده، وتقومي دهيني بقى كل حته في الفطيره زبده عشان تبقى مورقه معاكي وتبقى حلوه معاكي. انا زي ما قلت لكم انا عايزاها صغيره كده اهو. واهم حاجه برضو الزبده بقول لكم اللي هي يعني طعم الزبده هيبقى احلى طبعا من طعم الزيت، بس براحتك لو عايزه تعمليها بالزيت اعمليها. افضلي بقى كده هوت. وما تيجي تفردي كده العجينه بشويش كده بالراحه عليها، اعملي بس من الطروف زي ما انتوا شايفين. شوف انا جايه من الطروف كده وبفردها لبره، يعني افضلي كده افرديها لبره كده هوت معاكي هتتفرد ولا هتتقطع معاكي طالما نوع الدقيق حلو طالما ارتاحت معاكي. مش هتتقطع معاكي. وفرديها كده اهو. انا عايزه يعني ايه الرخامه كده تبقى باينه، او المفرش دوت شوفوا باين ازاي من الطروف، انا عايزاه يبقى باين كده. وزي ما قلت لكم افردوها اكتر كمان ما انا فرداها. ودهونها بقى زبده كده عشان تبقى مورقه معاكم وتبقى حلوه معاكم. اهو زي ما انتم شايفين. يعني ما تكتريش برضو الزبده زياده عن اللزوم. انت هتحسي بملمس العجينه وكميه الزبده اللي انت حطاها، يعني خليها كده في المعقول. وبعد كده بططها كده اهو بالشكل ده. بس كده اهو. هنا برضو بعمل واحده معاكم تاني. بصوا بنات زي ما قلت لكم اسحبوها كده لبره، افردوها كده لبره خالص كده اهو بشوش كده عشان ما تقطعش منك. افردها كده لبره اهي. وعايزين تكبروها عن الحجم اللي انتوا شايفينه ده براحتكم برضه، عايزين تكبروها كبروها.
اعملوها كده يا بنات، والله هتنفع معاكم كده اهوت، هتمشي معاكم فطار مع كوبايه الشاي ولبن. بقول لك انا يوميها اتعشينا منها مع شويه سكر كده، انا رشيت عليها سكر، هتشوفوها كده في الاخر. وفطرنا بيها برضو، انا سبتها ساده وفطرت بيها بس كده يا بنات. وعملت معايا اهي ما شاء الله كميه كتيره زي ما انتم شايفين اهي اهي. دي بس بنص كيلو دقيق، يعني حوالي كده ايه 3 كوبايات ونص دقيق. خلاص. هنا بقى تجيبي مقلايه كبيره كده اهوت على قد الفطير اللي انت هتعمليه، ودهنيه زبده. عايزه تدهنيه زيت برضو براحتك، انا برضو دهنتها ايه زبده، وتسخنيها كده شويه. وهنحط بقى فيها ايه الفطير، بططيها كده. ولو عايزه تسيبها يعني ما تبططهاش براحتك. انا قعدت ابططها كده اهو عشان تبقى مفروده شويه. وانزلي بقى انزلي بقى ايه في المقلايه كده على طول وهي سخنه. اول على طول لما تتحمر معاكي من تحت اللي بقى على الجنب التاني. والنار تبقى يعني ايه، ولا تخلي النار عاليه عليها ولا هاديه قوي عليها، خلاها وسط، بحيث برضو اللي هي ايه تستوي من جوه وهتديكي لون كده من بره حلو من الجنبين. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو اهو. بتتك عليها كده اهوت، دوس عليها برضو كده اهوت. بصوا يا بنات ما شاء الله والله لونها جميل. وكل بقى اما الزبده تنقص في المقلايه زودي، بس ما تكتريش برضو زبده، يعني ما تبقاش يعني ايه مليانه زبده زياده عن اللزوم برضو. اهو بصوا كده يا بنات اهي. جربوها يا بنات ان شاء الله هتعجبكم، وهتبقى برضو والله حلوه لو عندكم اولاد ولا حاجه. هتنفع معاكم برضو في الفطار زي ما قلت لكم، هتنفع معاكم برضو في العشاء اهو، تغيير برضو عن الجبن. وهتبقى برضو اوفر من العيش. انتوا شايفين العيش الفينو غلا ازاي؟ ده بس بنص كيلو دقيق. ما شاء الله انا عملت كميه، وزي ما قلت لكم فطرنا منه وتعشينا منه. بصوا انا الكميه دي بس، يعني انا عملت شويه ساده زي ما قلت لكم اللي احنا كلناه بالعسل والطحينه، وشويه دول انا عملت برضو بسكر مطحون كده اهوت، وبرضو رشيت عليه معلقه عسل نحل اهو. والله يا بنات ده كان طعمه بصراحه اللي بالسكر ده كان طعمه جميل جدا، وهو سخن كده هو هيبقى طعمه جميل جدا. وبصوا من جوه ما شاء الله حلو ازاي ومورق. لو انت زي ما قلت لكم عايزه ترقيه عن كده رقيه. بس كده يا بنات، وده فيديو النهارده خلص. اتمنى ان شاء الله يعجبكم، واستنوني فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.